لسه ما فرزتش الكرنب، ادخلوا شوفوا الفيديو وشوفوا عملناه ازاي وفرزناه ازاي، يقعد معاك من السنه للسنه. ادخلوا شوفوا الفيديو. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا جدا. تعمل ايه يا ام نور؟ احنا داخلين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين. ما عادش الا حاجات بسيطه. كل سنه وانتم طيبين. وانا عملت معاكم قبل كده، قلت لكم اي فيديو تفريزات هعمله معاكم. فرزت قبل كده معاكم بسله وصلصه. كانت حاجات بسيطه، بس حطيناها في الفريزر. هفرز معاكم الكرنب ده النهارده. الكرنب الايام دي فلاحي وجميل ما شاء الله. هتعملي ايه يا ام نور؟ الكميه ديت مش شارياها بامان، دي حد قريبنا جايبه لنا. كرنب فلاحي جاي من الارض اهو ما شاء الله، طازه وجميل. و فصصته وسبته دبل، سبته يومين لحد ما دبل، عشان ايه؟ اما اجي اسلقه ما يطرش مني اهو. هتسلقيه ازاي يا ام نور؟ تعالوا معايا شوف هنعمل ايه. معايا الطبق ده على النار اهوت، حاطه فيه شويه ميه واحط له شويه ملح، مش هحط له حاجه تانية غير كده. الملح ده عشان يخلي الورقه بتاع الكرنب بتاعتنا ما تبقاش بتقرقش كده، تبقى طريه وحلوه اهو. افتح بس الكيس شويه، احط له شويه ملح محترمين كده. الكرنب بتاعنا بيبقى مسكر كمان، مش هيبقى حادق ولا حاجه اهو. لو عندك شويه كمون وعايزه تحطي له حطي، بس انا ما بحبش احط لميه الكرنب الا ملح ابيض بس. هسيبه لحد ما الميه دي تغلي وهسلق الكرنب بتاعنا ده اهو. هتسلقيه يا ام نور دي عشان هنحطه في الفريزر، مش هنقسى عليه في السليق، هنحطه يا دوبكش هيشم النار بس. نسلقه حاجه بسيطه علشان اللي بتحط في الفريزر يا جماعه مش عايز يتسلق قوي علشان ما يتهرش مننا. هنستنى الميه بتاعتنا لحد ما تغلي ونسلقه. خليكم معايا حبايبي. كده الميه بتاعتي غلت اهي. هنزل بالكرنب بتاعي ده، المقصوصه هنا معلش. المقصوصه هنا احطه كده اهو. دقيقه واحده وهقلبه اهو. قلتلكوا مش هغيبه في النار علشان الكرنب ده ما يتهراش اهو. ما شاء الله ما شاء الله جميل. خلص الكميه بتاعتي دي كلها واوريها لكم. خليكم معايا حبايب قلبي. ده الكرنب بتاعي اهوت بعد ما سلقته وقطعته، عمل معايا الكميه دي ما شاء الله ما شاء الله جميل اهو. عملت سلقته وقطعته على قد المحشيه، على قد الصباع بالظبط اهو، مخدش مني حاجه. وعملت دي برضو، وببقى اسيبه سليم كده واقصها بالمقص 2. دول هحطهم في كيس لوحدهم، واحط الكميه اللي انا هستخدمها. يعني مثلا هعمل دقيه صغيره، هحط مثلا سطرين، دي يعمل لك سطرين، يعمل لك عايزه 2 تعملي 3 اهو، حسب ما انت بتستخدمي. انت كل واحد بيبقى عارف هيعمل ايه اهو. مخدش مني اي حاجه، في 10 دقايق كنت مخلصاها ما شاء الله. تبقى حاجتك جاهزه ببيتك. دي تاني فيديو
لتفريزات الشهر الكريم. نشوف هنعمل ايه. هعبيه بس في اكياس واوريلكوا قبل ما احطه في الفريزر. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك عشان كل ما ننزل فيديو تتفرجوا عليه. كل سنه وانتم طيبين. خليكم معايا.